الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بنعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمتي الثالثة بشأن الموقوفين أمنيا، ومناسبتها اعتقال أخواتنا عند مبنى وزارة الداخلية اللواتي أتينا من أجل مخاطبة المسؤولين. اعتقال الأخوات، وهذا الاعتقال الثالث للأخوات، هو في الحقيقة كارثة أخلاقية كبرى، وأمر مفجع للغاية، وتطور خطير في ممارسات الجهاز الأمني. والأمر أوسع من ذلك، حتى بدأ اعتقال عدد من الأخوات الصاعدي والأحمدي في مكة وغير ذلك. فالأمر في غاية الخطورة، ويحتاج منا فعلا إلى مناقشة وإلى إصلاح وتصحيح ومراجعة. لماذا جاء الأخوات؟ هذا هو السؤال الأول. من علم الحقيقة استوعب لماذا جاء الأخوات، وقد اعتقل أخواتهن من قبل، لأنهن في الحقيقة مفجوعات متألمات، قد تألمن أشد الألم. المعاناة أنا أدركتها وعايشتها، وتواصلت مع عشرات الأسر، بل أكثر من ذلك، معاناة يتقطع لها قلب المؤمن. أول ما تبدأ المعاناة من الاعتقال والصدمة النفسية والمعاملة المهينة لكرامة الإنسان، ووضع القيود في الأيدي، ودخولهم بالرشاشات والأسلحة في البيت. ثم بعد ذلك تأتي المعاناة الاقتصادية، تجميد الرصيد فلا يستطيعون التعامل معه، أو أنه لا يوجد لديهم صراف، بطاقة الصراف الآلي، ولا يستطيعون الحصول عليه. كل منا إذا لم يأخذ راتبه، لو يتأخر راتبه يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أسبوع، لحصلت مشكلة. فكيف أن يبقى هذا البيت بلا عائل وبدون راتب، وشهرين وثلاثة وأربعة، وفعلا يدخلون في أنفاق مظلمة وأحوال مادية صعبة للغاية، ومعاناة مرة، وأوضاع فعلا تقطع قلب المؤمن. ثم تأتي المعاناة الاجتماعية والفكرية وغير ذلك. فالمشكلات تصبح متراكمة، وتفكيكها ومعالجتها صعبة للغاية. فهم بأمس الحاجة إلى عائلهم، ويشعرون بالظلم. الظلم، الناس يقولون يا أخي هؤلاء يا أخي اللي فجروا واللي ظلموا قضية أمنية لا تنسوا. ناقشنا هذا كثيرا وقيل كثيرا. هؤلاء كلهم والنساء كلهم ماذا يريدون؟ يريدون شيء واحد: طبق النظام، طبق الشرع، أحل أبنائنا وأقاربنا ومن حولنا، أحيلوهم إلى القضاء الشرعي، حققوا معهم بالطريقة النظامية، ثم أحيلوهم إلى القضاء الشرعي. أما أن يؤخذ ثم يرمى، ثم يكون هناك تكديس وتجميع ومخزن، وكأنهم ثلاجة، تعامل يعني غريب وعجيب. يبقى الإنسان السنة والسنتين والثلاث والأربع والعشر وأكثر بدون محاكمة، ولا يدري ما مصيره، وأهل ما يعلمون. هذا من أشد أنواع الظلم، لأنه مخالف للشرع ومخالف للنظام. ولذلك المجتمع كله يطالب بتطبيق النظام، الشعب يطالب بتطبيق النظام، ويطالب بتطبيق الشرع في قضية الموقوفين. الموقوفون هي الأزمة الكبرى في المجتمع السعودي الآن، ويخشى أن تتطور إلى مآلات خطيرة للغاية، وبدأت ملامحها تظهر إن لم تستدرك. والاستدراك يكون بتطبيق النظام وبتطبيق الشرع، وإلا فإن الأمر سيتحول إلى المجهول كما يقال، أو إلى كارثة كبرى نخشى على أنفسنا جميعا منها. فلا بد أن ندرك هذه الخطورة وهذه الحقيقة. يعني أتفه شيء، الأخوات يؤخذون ثم تؤخذ جوالاتهم ثم لا تعاد. ماذا يعني هذا؟ يعني أليس هذا معناه استحلال أموال الناس بغير حق، وابتذال الناس، وعدم إعطائهم الكرامة، وإهانتهم بهذه جوال؟ شيء تافه. معناه أن هذا الجهاز الأمني ما يعبأ ولا يبالي ولا عنده ولا كرامة لهذا الإنسان، وهو شيء تافه وإجراء روتيني ومعروف ما أحد يحتاجه ولا أحد يريده. لكن لماذا؟
نوع من أنواع الرعب وإدخال الذعر في نفوس الناس، ولا أحد يجرؤ يسأل ولا يراجع ولا يتابع. هل هذا الجهاز الأمني الآن يحمي الناس؟ الآن جهاز المباحث الناس يخافون منه ويشعرون أنه ربما بل هو قد كان حاميا في يوم من الأيام، أما الآن فهم يخافون منه ويشعرون بأنه عدو وأنه خصم له. إذا تحول بهذه الطريقة فهي مشكلة، ومشكلة كبيرة. ولذلك بدأت الآن المطالبات بحل هذا النظام بحل جهاز المباحث، لأنه جهاز لا رقابة عليه، جهاز لا يلتزم بالنظام، جهاز يظلم الناس، لا يطبق عليهم الشرع. حتى من حوكم فإنه لا تطبق في حقه نظام المرافعات. يعني سبحان الله، ظلم متراكم وأحقاد الآن وتعبئة في نفوس الناس، من يتحملها؟ من المسؤول عنها؟ إلا هذا الجهاز. ولذلك الأمر في غاية الخطورة، ولا بد من التدخل عاجلا لمعالجته. بعض الناس يعني يتساهل في قضية السجن، لا، قضية السجن خطيرة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. بل أيسر من هذا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في سفر مع أصحابه ورأى الصحابة طيرا ومعه فرخان، فأخذوا الفرخين، فجاءت تفرش عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى الطير فقال: من فجع هذه بولدها؟ فأخبروه فقال: ردوا لها ولدها. يعني هذا طير الآن، الحديث عند أبي داود وقد صحه الأئمة، يعني طير. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حفظ حقه وحق الطير وحق الأم في أولادها، وقد فجعت. من الذي فجع؟ ما هو بإنسان، هذا طير، والنبي صلى الله عليه وسلم يطالب بحقه. وفي المقابل كما ثبت أيضا في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بغيا من بغايا بني إسرائيل رأت كلبا كاد أن يقتله العطش، فسقته ماء من موقها، أنزلته بخمارها إلى البئر ثم نزعته ثم سقته فغفر الله تعالى لها. الله أكبر. انظر إلى قضية إكرام الإنسان، قضية الحقوق الآن للحيوان، فكيف بقضية الحقوقية للإنسان؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حاسبك من صفية أنها كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. انظر إلى تعظيم قضية العرض، ولاحظ البحار كلها تمزجها هذه الكلمة اللي هي إلماحة وإشارة، هي إشارة وليست كلمة أصلا. فالقضية الحقوق الناس ما يجوز الاعتداء عليها ولا التساهل فيها ولا التعامل معهم بلا كرامة. فالمسألة فعلا هي في غاية الخطورة، ولا بد أن نعظمها وأن نعطيها حقها. ولذلك فأقول لخادم الحرمين الشريفين: أوصي نفسي وأوصي إخواني جميعا في هذا المجتمع، وأوصي خادم الحرمين الشريفين ووزير الداخلية والأمير محمد بن نايف بتقوى الله، وصية الأنبياء للأولين، وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اتقوا الله في شعبكم، اتقوا الله في الموقوفين، اتقوا الله في أهالي الموقوفين، اتقوا الله في نساء الموقوفين، والله إنهن لمكلومات، إن كنت تضحك فهم لا يضحكون، إن كنت تنام في الليل فهم لا ينامون، إن كنت تسافر العلاج فهم لا يجدون من يذهب بهم إلى العلاج. الحال مختلفة تماما، فلا بد أن نشعر بشعورهم وأن ننتبه لمعاناتهم. وأنا أقترح كما بذل خادم الحرمين الشريفين وقته في حضور المباراة النهائية وتسليم الكأس، أن يبذل أيضا من وقته للموقوفين، فيقابل الموقوفين ويقابل أهالي الموقوفين الذين ألحوا الليل والنهار وكتبوا آلاف البرقيات بطلب المقابلة. أقترح أن يزور السجون، أقترح أن فعلا هؤلاء الثلاثة، الملك ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية الشؤون الأمنية، هؤلاء الثلاثة وفقهم الله، أن يزوروا وأن يدخلوا العنابر والسجون ويلتقوا بالمساجين
هل ترضون لأبنائكم أن يسجنوا بدون محاكمة وبطريقة مخالفة للنظام؟ هل ترضون لبناتكم أن يعتقلن من رجال أجانب بهذه الطريقة؟ لا والله. الواجب جاء النساء، الواجب شهامة الرجال ومروءة الرجال وخلق أهل الإيمان، الإكرام وفتح البيت والضيافة والتقدير والاحترام، وما ترجعون إلا ومطلبكم قد حقق. هذا هو الواجب. لكن مع الأسف احنا نجد الخلاف ذلك. عملاء إيران هم الذين يكرمون، مع أنهم يعتقدون بالتكفير طولا وعرضا لهذه البلاد من علماء ومسؤولين وساسة وغيرهم أيضا، ويطالبون بدولة القطيف الكبرى، ومع ذلك يراعون ويدارون. أيضا عملاء أمريكا يعني جهار النهار طرحهم وعداؤهم وولائهم للغرب، ومع ذلك لا يمسون. لو جاءت امرأة وكانت أجنبية بريطانية ولا أمريكية هل تمس؟ لو كانت امرأة ببنطالها وشعرها المكشوف هل ستمس؟ أم هذا فقط لبناتنا وأخواتنا وأبناء هذا البلد الذين هم أهلنا، الذين يجب علينا فعلا أن نجتمع معهم وأن نتعاون معهم جميعا، وهم لحمة هذا البلد وهم ساعد هذا البلد جميعا، وهم أهلنا في الحقيقة. لكن الخطأ كبير، الخطأ ليس بالهين، الخطأ يعني الجرح ينزف. ولذلك أقول لخادم الحرمين الشريفين: أدرك شعبك، أدرك السفينة قبل أن تغرق. شعبك يتألم أشد الألم من قضية الموقوفين، والحديث ذو شجون، وقلبي والله إن يتقطع مما أسمع وأرى وأشاهد، وأتمنى أن غيري يعني من المسؤولين أن يسمعوا ذلك وأن يشاهدوه. وأخص بالذكر فالقضية في وجه خادم الحرمين الشريفين ابتداء، ثم وزير الداخلية لأنه المسؤول الأول، ثم وزير الداخلية، ثم المساعدة، في هؤلاء الثلاثة جميعا. الذي يسمع المعاناة المرة والواقع الموجود ويعرف حقيقته لا يمكن إلا أن يتأثر وأن يتقطع قلبه إلا من نزعت من قلبه الرحمة. أسأل الله الكريم أن يحفظ إخواننا جميعا، وأن يحفظ بلادنا بالإسلام، وأن يحفظنا جميعا بالإسلام، وأن يفرج عن إخواننا جميعا، وأن يجمعنا جميعا على كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.